حياكم الله مشاهدينا مع بداية هذه الحلقة لبرنامج قرناس والتي تسبق يوم الختام لمهرجان الملك عبد العزيز الصقور لعام 2024. بالأمس القريب احتفلنا باليوم الوطني للبحرين، اليوم نحتفل باليوم الوطني لدولة قطر. نبارك لدولة قطر قيادة وشعبا. نقول لها الله يبارك له في إنتاجه. صراحة حميد هذه ثاني سنة وهو ينافس بالإنتاج القوي صراحة. الطيور اللي كانت موجودة يعني ما هي طيور عادية ولا هي طيور هينة، ما شاء الله تبارك الرحمن، مميزة جدا، وهذا دليل ما شاء الله تحقيق الحلم. حصوله على عنق الدماء هذه الفصائل هذه تذكر بطيور الصراحة انقطعت قديم. اليوم الشوط هذا أبو نايف أول شوط انهد ويمكن برد على الطيور أغلب الطيور في الشوط هذا خربت. الطيور ما تأثرت في المسارات، قضبت مساراتها وفرقها الأداء. أداء الطيور يعني سياف أدى ولا قلط، راح بالجهة اليمنى، القارة، الخرج كذلك. اللي لاحظته في آخر الميدان بدأ يعني يبرد جناحه، بدأ يخوض شوي، وصراحة يعني بينه وبين الثاني فارق، لكنه لو أنه كارب جناحه إلين انتهى الميدان كان بيعطي فارق أكثر يعني. طار نشيط الله يبارك له. أنا شايفه أنا شايفه شوف عيني في سوق حجار. جتنا حلت علينا لعنة غلاب أول شيء، ثاني ثالث فالحفر وفتهيلي، ويرب لك الحمد حضرنا في النهاية، يرب لك الحمد وجبنا له. فرح أخذت ثاني، وطيره أداءه جميل وكل ما فيها ما شاء الله قوي، ولكن سبحان الله اليوم مثل ما قال أبو علي، بس الهدة هي اللي صار فيها إشكال بسيط. ما يبخص بالشارع ما يقول كذا، عكس أنا معي أبطال القرانيس يدافع فيها فلوس ويعرفونها أبطال، كيف تدخل معي مثلا من الملاك ترتيب ثالث؟ ما في أحد يأخذ شيء وهو ما تعب، ما قعدنا في البيت وخذنا الشارع كذا. أكثر اهتماماتي أو اللي أهوى أكثر الصراحة ضرب الميادين في السباقات في الواحد.